اللي بيحصل ده كده كتير. النهارده 28 في الشهر، ناقص على القيد يومين اتنين بالظبط او 3 ايام مثلا على كده. انا مش كل ما اتفاوض مع لاعب الاهلي يروح يجيبه. انا الفريق عندي ناقص 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 ناقص. اللي حصل السنه اللي فاتت مش هيتكرر، ان انا اخد الدوري، ان انا اطلع لعيبه واخد بهم الدوري، ده مش هيتكرر تاني. انا لحد النهارده ما فيش ولا صفقه ناصر منسي. لا كده كده، بص كده كتير قوي. في 5000 لاعب في الدوري المصري ينفع يلعب في الزمالك وببلاش. هو انا يعني غزل المحله عندها جناح شمال اسمه غبريال، اللي جاب فيها الجون الماتش اللي فات، اروح اجيبه منهم ببلاش. حرس الحدود عندها لاعب اسمه مصطفى زيكو وسعره في الارض، اروح اجيبه منهم. انا مش هفضل باصص على الاجانب، باصص على وبعدين انا ما هو انا لحد النهارده ما جبتش حاجه. انا مش هفضل محلك سر. احمد رفعت، انا ما رجعش احمد رفعت الزمالك تاني ليه؟ احمد رفعت رجله بالثمان صفقات ولا بالعشر صفقات اللي انا جبتهم في اول الصيف. رجل احمد رفعت الواحده بالعشر صفقات اللي انا جبتهم في اول الصيف. انا مش هفضل معتمد على زيزو اللي عامل فيها صاحب الكوره وصاحب الملعب وصاحب الحجز. وامام عاشور بقى زيه عايز ياخد الكوره من جون للجون. احنا قلنا العيب في المدرب. اهدي مدرب مشي. هنكمل الموسم بالصفقات دي. مصطفى شلبي مش عايز يلعب اصلا عندنا. مصطفى شلبي مش عايز يلعب عندنا، ده بيلعب من غير نفس.